وعلى فكرة الإمام الأكبر أثناء ما كان مفتيا هو الذي عين عماد عفة في دار الإفتاء، وهو الذي اختبر الشيخ عماد عفة وهو فضيلة الدكتور أحمد الطيب. وأتذكر أنه سأله كثيرا من الأسئلة فأجاب بما فتح الله عليه به، ثم فتح له نصا من حاشية ابن عابدين وقال له اقرأ وفسر، فقرأ ثم تأمل بعدها وقال قرأت، قال له فسر، قال له أنا لم أدرك شيئا، لم أفهم ما هذه العبارة. قال له إذن أنت معنا. أول خطوة لطالب العلم أن يقول لم أفهم إذا لم يفهم، لا أعلم إذا لم يعلم. فبمجرد ما كان عماد عفة قد قرأ ولم يفهم وكانت عبارة ملغزة يجب عليه ألا يفهمها، يعني لو قال له أنا فاهم يبقى إذن الفهلوة هتبدأ في القضية. قال له إيه معنى العبارة دي إيه؟ قال له معرفش. هو لازم العالم يحيط ما بين السماء والأرض، كان الشيخ زهير يقول لنا كده، هو لازم يحيط ما بين السماء والأرض، العبارة دي مش عارفها. وعين في دار الإفتاء لعدم علمه بالعبارة وليس لكل ما أجاب عنه في الأسئلة كلها السابقة. ده درس يبين لطلبة العلم أن تقول عندما لا تعلم أنا لا أعلم حتى تعلم. وبدأ الشيخ عماد يبحث عن هذه العبارة ويدقق فيها حتى عرفها، لكن الأمانة التي وجدها الشيخ أحمد الطيب في عماد عفة عندما قال له أنا لا أعلم ما أعرفش انت ده معناته إيه، قال له خلاص يبقى أنت اللي تنفعنا، أنا عايز واحد ما يلخبطش يقول لا أعلم عندما كان لا. مدرسة، بس هذه المدرسة كلها من هذا الجامع المبارك، وهذه المدرسة كلها من مشايخنا هم الذين علمونا هكذا، وهذه المدرسة كلها من بركة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على طلبة العلم الشريف. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءكم.